السلام عليكم. رمضان كريم علينا كلنا وعلى الدنيا كلها. رمضان جاي بخيره، جاي بسعادة. تعالوا نستعد لرمضان بطريقة لذيذة ونبقى مستعدين له كويس. أولا أنا عايزة نختم القرآن كلنا مع بعض إن شاء الله، هم 30 يوم تعالوا نعمل فيهم ختمة للقرآن كلنا مع بعض. كل يوم هنمسك جزء من القرآن وكل يوم هنعمله، وآخر يوم إن شاء الله بإذن الله يوم 30 رمضان إن شاء الله نجتمع كلنا مع بعض ونعمل دعاء ختم رمضان أو ختم القرآن، ونقدر نعدي بيه ان شاء الله باذن الله ونطلب ما نتمنى. احنا عملنا ليله 14 شعبان وكانت ليله جميله، ناس كتير جدا 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 اشتركت معانا عن طريق الواتساب واشتركوا معانا عن طريق الرسائل اللي بعتوها على الصفحه. ناس كتير جدا جدا اتحطت في الدعاء، وربنا يا رب يجعل كل واحد نصيب من دعاء ونصيب من الخير. ان شاء الله هنختم القران، وان شاء الله هنعمل فيديوهات حلوه جدا 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 السنه دي في رمضان ان شاء الله باسماء الله الحسنى، برضو بالايات باذن الله تعالى. وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يعلي طاقتنا كلنا في رمضان، هو شهر الشحن. يلا كلنا نشحن البطاريه بتاعتنا عشان نوصل ل 100% ونبقى مشحونين ونقدر نكمل بقيه السنه. هي فرصه بتجيلنا وزياره خفيفه بتعدي علينا. بيوتنا يا جماعه، افتحوا البيوت. انا عامله لكم فيديو مخصوص عن فتح البيوت. افتحوا البيوت يا جماعه، اعزموا الناس، اكلوا خلق الله، كلوا كلكم، مش اكل بس، قيموا الصلاه، صلوا في بيوتكم جماعه. يا ريت الناس تصلي في بيوتها جماعه في رمضان. الراجل البيت او الست في البيت تقيم باولادها او تقيم باسرتها، ايا كان الاب الام كله يقف. صلوا جماعه في البيوت، خلوا الملائكه تدخل بيوتكم وتسلم عليكم وتشوفكم. خلوا ربنا سبحانه وتعالى يرفع اعمالكم بالصلاه الجماعيه باذن الله. حاولوا ان انتوا تعملوا كده. طبعا التمر مش هنستغنى عنه في رمضان، احسن حاجه ناكلها تكون تمرايه او 3 تمرات ان شاء الله باذن الله. دي بتعلي معاكم الطاقه جدا جدا. هقول لكم على حاجه هنعملها في السحور تخلينا نقدر نتحمل الصيام. انا عارفه كلنا بنتعب من الصيام، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله خفيف علينا. كمان ممكن نعمل بخور لذيذ نبتدي بيه قبل السنه، قبل الشهر بتاعنا، بخور بسيط جدا جدا نقدر نستخدمه، بخور رخيص قوي قوي، القرنفل وحبه البركه. استخدموهم يا جماعه في بيوتنا، ربنا يجعل البركه في البيوت كلها. ويا ريت نحط معاهم القرفه، مش عايزه انسى القرفه في اي بخور بحطه. حاولوا ان انتوا تستعدوا للشهر الكريم بروحانيات عاليه، حاولوا ان انتوا تستنوه بطاقه حلوه، استنوه بحب، استنوه بود مع الناس كلها. احنا نفسنا هنعمل ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ليله هيبقى فيها مش اقامه، هنعمل فيها مدح، وهنعمل فيها ان شاء الله باذن الله يجي لنا حد يمدح يعمل مدح، ونعمل ليله باذن الله لله. اللي عايز يشترك معانا فيها وعايز يجي يحضرها معانا اهلا وسهلا بيه، هينورني هنا وهنقضيها كلنا مع بعض ان شاء الله. هتكون ليله جميله باذن الله، وغالبا هتكون ليله 15 رمضان. ربنا يا رب يجعل لنا الخير ويجعل لنا البركه في كل شيء. هنعمل ان شاء الله قعده ذكر وهنعمل قعده حلوه، يا رب كل الناس تيجي معانا فيها. كان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والطاقه والتارot. سلام.